أهلا بيكم في فيديو جديد. بيبدأ فيلمنا سنة 1993 وبنعرف إن تم ابتكار تقنية اسمها كريسبر، وبنعرف إن تقنية كريسبر ساعدت العلماء في إجراء التجارب ومعالجة الأمراض عن طريق الهندسة الوراثية. بعدها سنة 2016 أعلنت الاستخبارات الأمريكية وقف التجارب، وده علشان خوفا من استخدامها بشكل خطأ كأسلحة دمار شامل. وبنشوف دكتورة من العلماء داخل محطة فضائية بتحاول تتواصل مع مقر شركة إنرجين، وبتبلغهم إن في حاجة غريبة بتحصل وطاقم المحطة بالكامل اتقتل. وبتحاول توصل لكبسولة الإخلاء علشان تهرب، وبتحاول تعرفهم إن عينة التجارب الخاصة بالفار شكله اتغير على هيئة وحش. لكن طاقم الشركة مش بيقتنع بكلامها وصمم على إحضار العينات معاها وإلا مش هيتم مساعدتها. وبتقدر إنها ترجع تاني داخل المحطة وبتاخد العينات وبتهرب بالكبسولة قبل ما الفار يقتلها. لكن بتلاحظ إزاز الكبسولة بيتكسر من ضغط الفضاء وبتنفجر الكبسولة بالكامل والعينات بتتفرق عن بعضها. بعدها بنشوف في الغابات في حديقة سان دييغو شخص اسمه ديف، وبنعرف ان هو المسؤول عن حديقة الغوريلات، وبيكون معاه مجموعة من الشباب علشان يدربهم على التعامل مع الغوريلات. وبيكون في قرد اسمه بافو مشاغب وبيحاول يهديه ديف، لكن كونر بيخاف منه وبيجري، وكان بافو هيقتله. لكن على اخر لحظة بينقذه غوريلا تانية وبنعرف ان اسمه جورج، وبيكون صديق ديف ومعلمه لغة الاشارات علشان يعرف يتكلم معاه. بعدها بيمشي ديف من الحديقة، وبالليل بتنزل الارض المركبة الفضائية الخاصة بالدكتورة. لكن العينات اللي بتكون في المركبة بتنزل متفرقة في أماكن مختلفة. بتنزل واحدة عند جورج في الحديقة، والتانية وسط قطيع من الذئاب، والتالتة داخل بحيرة فيها تماسيح. وبيروح جورج علشان يكتشف اللي وقع في الحديقة، وأول ما بيلمس العينة بيخرج منها غاز أخضر وبيتأثر بيه. وتاني يوم بيوصل دي في الحديقة بسبب مكالمة من المساعد بتاعه بأن في حاجة غريبة حصلت. وبيدخل ديف علشان يتكلم مع جورج، وبيشوف الدب اللي قتل جورج وبيحاول يتكلم معاه ويهديه. وأول ما بيخرج من الكهف بيتفاجئ ديف بان حجم جورج زاد في الضخامه والقوه. بعدها كونر بيكلم ديف على جهاز اللاسلكي وبيطلب منه يروح حديقه الغوريلات. واول ما بيوصل ديف بيشوف عبوه في الارض محترقه، وبيقرر انه ياخدها علشان يكتشف مصدرها. بعدها في ولايه شيكاغو في شركه انرجين بنشوف برايت، وبيكون متعصب وبيكسر في المكتب، وبيتكلم مع اخته كلير وبيعرفها انه خسر فلوسه على التجارب والابحاث من غير فايده بسبب العينات اللي اتدمرت مع المركبه الفضائيه. لكن بتعرفه كلير ان مشروع رامبيجي ما فشلش، وبتفهموا ان الدكتوره اخدت معاها العينات، ومع ان المركبه انفجرت لكن هندسه الحاويات قاومت الغلاف الجوي، وان جمعيه النيزك الامريكيه بلغت بنزول نيازك داخل الارض. لكن برايت بيكون قلقان علشان ممكن حد يوصل للعينات ويعرف بخطورتها، وان التجارب مش في صالح البشريه. وبتطمنه كلير وبتقوله ان في شخص اسمه بيريك بيشتغل في شركه عسكريه خاصه وهيتولى امر العينات وهيجيبها ليهم. وبنشوف بايرك مع فريقه في طياره هليكوبتر علشان يستعدوا للمهمه. بعدها بنشوف دكتورة كيت وهي بتلاحظ في الأخبار عن وقوع نيزك داخل حديقة الغوريلا، وتأثر بيها الغوريلا جورج. في نفس الوقت بيوصل بيريك وفريقه لمكان واحد من الحاويات، وبيبلغ كلير وبيقول لها إن الحاوية تم إتلافها بعد ما وقعت على الأرض، وبيعرفها إن في حاجة غريبة في المكان وإن قطيع الذئاب اللي في المكان مقتولين. وبتفهم كلير بإن واحد منهم اتصاب بغاز العينة، وبتقول له لازم يلاقي الذئب ويجيبه معاه. وقتها بيروح مساعد ديف وبيكون معاه تحاليل جورج، وبيعرف ديف إن معدلات النمو عند جورج في أعلى مستويات النمو، وبيقترح عليه المساعد بتاعه إنهم يسلموه للحكومة علشان كده بقى خطر. لكن بيرفض ديف وبيحاول يخفي الموضوع، وبيحافظ على حمايته وبيحبسه داخل الصندوق حسب نظام البروتوكول للحماية. بعدها بتروح دكتورة كيت تتقابل مع ديف، وبتقول له إنها دكتورة في علم الوراثة وبتشتغل في شركة إنرجين، وبتعرفه إن الغاز اللي اتأثر بيه جورج هو السبب في زيادة قوته وضخامته. وبتروح دكتورة كيت مع ديف وبتشوف جورج، وبتعرف منه إن جورج آخر نوع فاضل من سلالته، وبيكون ديف قلقان عليه وعاوز يعرف اللي حصل له. وبتقول له كيت ان في تقنيه اسمها كريسبر، وبتكون التقنيه دي خاصه بتجارب التعديل الجيني وهي السبب في اللي بيحصل لجورج. وهم بيتكلموا مع بعض بدأ جورج يغضب ويدمر في الصندوق، وبيضطر ديف يكلم المساعد بتاعه علشان يبلغ الشرطه. وبيكون جورج قدر يخرج للشارع ويدمر في العربيات، وبيوصل ديف وبيحاول يهديه بلغه الاشاره ويطمنه. لكن بتوصل طياره من الحكومه وبتضرب حقن المخدر على جورج لحد ما بيفقد وعيه. بعدها بيرك بيقدر يحدد مكان الذئب رغم صورته، وبيضرب عليه نار وبيفتكر انه قدر يصيبه. واول ما بينزل من الطياره هو وفريقه بيبدا يبحث عن مكانه، لكن بيتصدم من اثار الذئب وحجمه، وفهموا ان المكان بقى فيه خطوره عليهم. وبدا الذئب يهاجمهم ويقتل فيهم واحد واحد، وبيحاول يتواصل بايرك مع قائد الطياره علشان يضرب نار على الذئب وينقذه. لكن بيقدر الذئب يدمر الطياره ويقتل بايرك. وقتها بتكون كلير وبرايت بيتفرجوا على اللي بيحصل مع بايرك وفريقه، وان المهمه فشلت.
بعدها بيتم القبض على ديف والدكتورة كيت، وبيتقابل معاهم المحقق هارفي، وبدأ التحقيق معاهم داخل الطيارة اللي عليها جورج. وبنعرف إن ديف كان جندي في القوات الخاصة، وبيتكلم معاه ديف وبيعرفه إن وجود جورج على الطيارة خطر ومسألة انتحارية، لكن مش بيقتنع هارفي بكلامه، وبيفهمه إنه واخد مخدر كامل ومش هيقدر يأذيهم. والدكتورة كيت بتعرف المحقق إن بسبب النمو السريع لجورج المخدر مش هيقدر يوقفه، وأول ما يفوق جورج هيدمر الطيارة. وبيفرجوا هارفي على فيديو تاني خاص بذئب مصاب بعدوى زي جورج، وبيقول له ديف إن دكتورة كيت هتقدر تساعده وإنها بتشتغل مع شركة إنرجين، لكن هارفي بيقول له إنها كانت بتشتغل مع إنرجين من سنتين واترفدت، وحاولت تسرق بعض الملفات لكن تم القبض عليها واتحبست 13 شهر في السجن. واعتذرت كيت لديف علشان كذبت عليه وإنها مش هتقدر تعالج جورج. وبعدها بتكلم كلير برايت وبتعرفه إنها قدرت توصل مع فريق الشركة إنهم يزودوا المبنى بأبحاث تقنيات موجات التردد، وعن طريقها هتقدر تتحكم في الحيوانات، وده عن طريق العدوى الجينية اللي اتصابوا بيها من الحاويات. وفهمته أول ما يوصل جورج والذئب المقر الشركة هيبلغوا القوات الأمريكية علشان تقتلهم، ويقدروا يستخرجوا منهم الحمض النووي ويستخدموه كسلاح دمار شامل، ويحققوا منه الملايين من الدولارات. وبتفعل كلير موجات التردد، وأول ما بتوصل للذئب بيبدأ يتجه لمكان الشركة هو والتمساح اللي موجود في البحيرة. وبتوصل موجات التردد لجورج وهو في الطيارة، وبيبدأ إنه يفوق وبيقتل في أفراد طاقم الطيارة، لكن بيتصاب قائد الطيارة وبيبدأ يفقد توازنها. وقتها بينفجر باقي هيكل الطيارة، وبيقرر إنهم يلبسوا المظلات ويهربوا منها قبل ما تقع على الأرض وتنفجر. وبياخد ديف معاه هارفي وبينقذه، ولما بيشوف الطيارة وهي بتنفجر بيفتكر إن جورج صديقه مات وبيبقى حزين عليه. لكن أول ما بينزلوا المكان انفجار الطيارة بتعرفوا كيت إن جثة جورج مش موجودة، وفهم ديف إن جورج لسه ما ماتش وقدر يهرب. بعدها كلير بتكون مراقبة كل اللي بيحصل في الطيارة عن طريق الأقمار الصناعية، وبتعرف برايت إن دكتورة كيت ما ماتتش، وإن دي بالنسبة لها مشكلة علشان ممكن تبلغ عليهم وعن التجارب الخاصة بيهم. وبالفعل بتشوف كلير المباحث الفيدرالية في كاميرات المراقبة علشان تقبض عليهم وتفتش المكان. وبيكون برايت قلقان جدا إنه يتم القبض عليه، لكن كلير بتكون اتخلصت من جميع الملفات الموجودة في الشركة والتجارب اللي داخل المعمل. وبتتكلم مع المحقق وبتعرفه ان شركتها ملهاش علاقة بكل اللي بيحصل، وان السبب في التجارب الجينية اللي اذت الحيوانات كانت السبب فيها الدكتورة كيت، وكانت بتشتغل من وراهم اثناء ما كانت معاهم في الشركة. وبنرجع تاني بعدها لهارفي وهو بيحاول يتواصل مع القيادة، وكيت بتحاول تعتذر لديف عن اللي حصل، وانها فعلا كانت بتستخدم تقنية كريسبر علشان تساعد انواع الحيوانات المهددة بالانقراض. وفي نفس الوقت اخوها كان مريض، وفكرت ان تقنية كريسبر هتقدر تساعده لحد ما ظهرت كلير في حياتها وعينتها باحثة جينية في المعمل الخاص بشركتها، لكن ما كانتش تعرف ان اي حاجة هتقدر تبتكرها علشان تساعد بيه اخوها كانت بتستخدمها كلير من غير ما تعرف في ابتكار حمض نووي غير قانوني. وبتقول له كيت انها حاولت تدمر التقنية لكن اتقبض عليها، وبعد شهر من دخولها للسجن مات اخوها. وبتتفق مع ديف على تدمير كلير وشركتها اللي تسببت في اذى الحيوانات من التجارب الخاصة بيها. وبتوصل قوات الدعم وبيوصلوا بعدها للقاعدة العسكرية ومعاهم هارفي، وهناك بيتقابلوا مع العقيد بلايك اللي بيخطط مع فريقه اماكن تمركز القوات علشان يقتلوا الحيوانات. لكن بيلاحظ ديف على شاشة مراقبة الحيوانات ان جورج بيتحرك مع الذئب في طريق واحد وانهم متجهين للمدينة. وبيعرف ديف العقيد بان الاتنين مش ممكن يتحركوا مع بعض في نفس المكان والا كانوا هجموا على بعض. والدكتورة كيت بتأكد كلام ديف وبتقول للعقيد إن تم اختراع حمض نووي من خفاش مطور ببعض الاتصالات، وإن شركة إنرجين استخدمت موجات التردد عن طريق الحمض لاستدعائهم، وإن الذئب وجورج ممكن يعملوا أي حاجة هتقف في طريقهم علشان يوصلوا لمكان الإشارة. وطلب ديف من العقيد إخلاء شيكاغو بالكامل لأن الحيوانات مش هتتأثر بالرصاص ولا الدبابات بسبب تجدد نمو الخلايا في أجسامهم. بعدها العقيد مش بيهتم لكلامهم وعرفهم إن المباحث الفيدرالية أمرت بحبسهم لاستجوابهم، وطلب من رجالته ياخدوهم لمكان السجن، لكن بيقدر ديف يضرب الجنود. وكيت بتقوله انهم يحتاجوا طيارة بعيدة عن الجنود، وبالفعل بيقدروا يوصلوا لطيارة فوق المستشفى العسكرية، لكن بيقاطعهم المحقق هارفي وبيسألهم هيعملوا ايه. وبتقوله دكتورة كيت ان كلير اذكى من ان هي تصنع سلاح في حال لو فشل او مش هتقدر تسيطر عليه. وبيقوله ديف ان المصل موجود في شركة كلير وعن طريقه هيقدر يوقف الطفرات الجينية اللي في جورج والذئب قبل ما يوصل لشيكاغو، ولازم يوصلوا لهناك في اقرب وقت. وبيقتنع هارفي بكلامهم وبيدي مفتاح الطيارة لديف ومعاه جهاز لاسلكي علشان يقدر يتواصل معاه. بعدها بيتحرك ديف بالطيارة على شيكاغو، وبيرجع هارفي يتابع الأحداث مع العقيد
وبيأمر القوات قصف الحيوانات بالصواريخ، لكنها مش بتتأثر من الصواريخ وبتبدأ تهاجم القوات وتقتلهم. وقتها بيتابع العقيد اللي بيحصل، وبيأمر بإخلاء المدنيين من شيكاغو واستعداد سلاح المدفعية لصد هجوم الغوريلا والذئب. بعدها بيكلم هارفي ديف وبيقول له إن العقيد أمر بإخلاء المدينة بسبب فشلهم في صد الهجوم. وبيتكلم ديف مع كيت وبيعرفها باللي بيحصل، وبكده الجيش مش هيقدر يخلي المدينة كلها من المدنيين ولازم يوصلوا لإنرجين. وفي نفس الوقت قوات الدعم الجوي مش بتقدر تسيطر على جورج والذئب، وحولوا المدينة للتدمير الكامل. وداخل مبنى القيادة بيتم إبلاغ العقيد برصد جسم غريب في النهر، وبيقترح هارفي بإنها ممكن تكون غواصة، لكن العقيد بيقول له مفيش غواصات موجودة داخل النهر. بعدها بيظهر الجسم الغريب، وبنعرف إنه التمساح اللي اتعرض لغاز الحاوية الثالثة وبسببها اتحول لكائن ضخم. وبيتجمعوا الثلاثة مع بعض وبيكملوا تدمير في المدينة لحد ما بيوصلوا لمبنى شركة إنرجين. وقتها بيقرر العقيد الاستعداد لتجهيز قنبلة تقليدية علشان يضرب بيها الحيوانات، لكن بيحاول يقنعه هارفي بإن القنبلة هتدمر المدينة بالكامل، وإن في حل تاني هو بينفذه من خلال فريقه وديف والدكتورة كيت. وأول ما يوصلوا للمصل هيقدر ديف يسيطر على الموقف، لكن بيتهموا العقيد بإنه ساعدهم على سرقة الطيارة الطبية وهروبهم، وطلب منه يخرج من المبنى. وبيروح العقيد يأكد تجهيز القنبلة واستعداد القوات الجوية. بعدها بيوصل ديف وكيت للشركة وبيتصل بيه هارفي وبيبلغه خلال 30 دقيقة هيتم قصف المدينة بالقنابل، ولازم يوصل للمصل في أسرع وقت. وبالفعل بدأ ديف وكيت في البحث عن المصل داخل المعمل، وبتقدر توصل له كيت وبتاخد كذا عينة من المصل. لكن وقتها بتلاحظ كلير في كاميرات المراقبة وجودهم قبل ما تهرب من الشركة علشان القوات فقدت السيطرة على الحيوانات، وبتروح تهددهم بالمسدس. وطلبت من كيت تسلم المصل اللي معاها، وبتعرفهم ان المصل هيوقف القوة العدائية اللي فيهم لكن مش هيرجعوا لحجمهم الطبيعي. وبتقدر كيت تخبي واحد من المصل معاها، وبتضرب كلير نار على ديف، واخدت كيت معاها لسطح المبنى. وقتها المبنى بينهار بسبب وصول الحيوانات لموجات التردد اللي داخل المبنى. واول ما بيوصلوا للطياره بيظهر جورج وبيدمر الطياره ومبنى موجات التردد، وبيخاف منه برايت وبيهرب. وبيظهر ديف وبينقذ كلير، وبنعرف انه ما ماتش علشان الرصاصه سببت له جرح سطحي بسيط. وبيطلب منها ترجع تاني علشان تجيب المصل، لكن بتعرفه انها قدرت تخبي واحد معاها. وبيحاول ديف يلفت النظر لجورج وبينده عليه، وكيت بتحط المصل داخل الشنطه بتاعتها، وبياخد جورج باله من كلير واكلها بالشنطه. وبيحاول برايت انه يهرب، لكن بيقابل هارفي وبيطلب منه يسلم اللابتوب اللي معاه ويهرب. وقبل ما يخرج بيقع عليه قطعة من انهيار المبنى وبيموت. والتمساح بيحاول يدمر في المبنى، وديف بيسأل كيت المصل هياخد وقت قد ايه علشان يوقف العدوى، وبتعرفه ان خلال 10 دقايق. وبمجرد ما المبنى يميل يحاول يستخدمه زي التزلج على التلج. بعدها المبنى بيميل وبيحاول ديف يسيطر على الطيارة، وبتقع على الارض وبتنجح خطته. وبيلاحظ وجود جورج في نفس المكان وبيتكلم معاه بلغة الإشارة، وبيفرح جدا ان جورج قدر يرجع تاني. وبيطلب ديف من كيت تحاول تتواصل مع هارفي علشان توقف الضربة الجوية علشان لسه في مدنيين في المكان، وهو هيفهم جورج يعمل ايه علشان يوقف باقي المخلوقات. وبدأ جورج يشتبك مع الذئب، وبيستغل ديف الاشتباك اللي بينهم وبيضرب نار على الذئب علشان ياخد باله منه ويقتله. وبمجرد ما الذئب بيقرب من جورج بيهجم التمساح على الذئب وبيقتله. بعدها بيكمل جورج الاشتباك مع التمساح، لكن بيكون أقوى منه، وجورج بيهرب منه وبينقذ صديقه ديف. وبيروح ديف يستخدم أسلحة طيارة موجودة في نفس المكان، لكن مش بيتأثر منها التمساح، وبيكون خلاص هيقتل ديف. لكن بيظهر فجأة جورج وبيقدر إنه يقتل التمساح. وقتها بيكون العقيد بلايك شاف كل اللي بيحصل في المدينة، وبيأمر بإلغاء مهمة القنابل. وبيكون جورج متأثر بالإصابات اللي فيه وبيموت، وبيكون ديف حزين عليه جدا لأنه أنقذ حياته. وبيوصل هارفي وكيت لمكانهم، وبتعتذر له كيت عن فراق صديقه. وقتها بيلاحظ ديف إن جورج حرك إيده، وبيفهم إن جورج كان بيضحك عليه وإنه ما ماتش، وفضلوا يهزروا مع بعض. ويقترح ديف إنه هيستخدم جورج في بناء المدينة من جديد، وبعدها هيشوف مكان تاني ليه. وبكده يكون فيلمنا خلص. وما تنسوش تزورونا في القناة، هتلاقوا ملخصات هتعجبكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو في فيلم عاوزين نلخصه اكتبوا في التعليقات. سلام.